انا جايبه الحاجات دي بقالي 10 ايام بالظبط او اكتر من 10 ايام. فحقيقي مش ملاحقه خالص اصور الفيديو ده او مش ببقى فاضيه، الوقت بيجري خلاص، بقينا في مدارس وعندي ابني في سنه اولى ابتدائي، وطبعا ما وديتهوش الترم اللي فات المدرسه، فقررت ان انا الترم ده هوديه. بعد كده الجو قلب شويه، فطبعا مغيبينهم الفتره دي، فحبيت اطلع اصور الفيديو ده معاكم واقول لكم المشتريات اللي انا طلبتها منه. اول حاجه بقى هوريها لكم وهي طبعا المايك اللي انا بسجل بيه ده دلوقتي. طبعا كنت جايبه مايك اللي هو البويا برضو من نون، وكان سيء جدا ورجعته لاني لازم افضل ماسكاه كده، ولما ببعده شويه مش بيطلع صوت زي ما انا عايزه كويس. ده يعني ممشي حلو شويه. التاني كمان كان اوقات اسجل الفيديو كامل وبعد كده الاقيه ما طلعش اي صوت، فطبعا رجعته. وهو ده المايك ده اللي هو كي 8 اللي هو كي 8. مايك بالشاحن بتاعه، يعني مش سلك خالص. هو ده زي ما انتم شايفينه اللي هو بسجل بيه، والقطعة دي بتتحط في الموبايل عشان تسجل او تطلع الصوت، بس هو اكتر للموبايلات اللي هي التايب سي. انا موبايلي ريدمي فتايب سي. بيجي معاه قطعة كده، انا مش عارفة لحد دلوقتي الصراحة القطعة دي بتاعت ايه، يعني شبه الميموري، ممكن تكون بتتوصل في لابتوب او كده. وبيجي العلبة فيها القطعة اللي هي بتتوصل في الموبايل، والقطعة التانية اللي هي المايك زي ما انتم شايفينه كده على العلبة اهو بيتوصل بالطريقة دي. وبعد كده بيجي معاه دي، انا لسه واخدة بالي منها قبل ما اصور الفيديو ده، ان ده السلك بتاع الشحن لان هو فعلا بيتشحن بشاحن، فدي حاجة حلوة قوي بالنسبة لي. هو جودته مش احسن حاجة بس ماشي حلو كويس يعني، احسن من الهاند فري بجد. انا تعبت من السلوك، وكمان المايك التاني البويا كان 6 متر، فالسلك بتاعه طويل قوي. اهي دي بتاعة الشحن بتاعه اللي بتشحن بيها، بنوصلها في اي فيشة بنشحن بيها الموبايل وبنشحنه. وبصراحة انا شايفة ان هو كويس زي ما قلت لكم، ماشي حلو. وكنت اول مرة اصلا اعتبر ان انا اجيب مايك، لما جربت البويا اتعقدت من المايكات، فقلت بقى اجرب ده يعني. فهنقول كده لسه مبتدئين بقى ومش عارف ايه، ممكن فيما بعد نجيب مايك. دي اول حاجة اشتريتها من نوت، وهو المايك. تغليفهم حلو، ما بيتأخروش في التوصيل خالص، بس المايك ده كان الشحن بتاعه مجانا لان انا كنت دافعة رسوم الشحن قبل كده. وطبعا مش بنصح اي حد يشتري بالفيزا او بالحساب بتاعه يعني وكده، عشان بيتخصم منك حاجات تقريبا لما بتيجي ترجعيه، لان انا اتخصم مني تقريبا. المايك البويا كان سعره 280 جنيه، ودفعت رسوم شحن 12 جنيه ونص، فسعره كان 292. ودفعت بالفيزا، لما ما بتدفعيش بالفيزا بتحطي رسوم كمان 9 جنيه. مش دايما بنعرف نحط كود خصم او كده، لو معاكي كود خصم من نون يعني، بالذات على الحاجات اللي هي المايكات او كده. المهم وبعدين اتخصم مني 31 جنيه ليه معرفش. تمام. المهم فانا قلت اطلب المايك ده، هو حلو حقيقي بيعزل الضوضاء، يعني لو حواليكي دوشه او كده ما بيطلعهاش، فحاسه ان هو يعني كويس بيأدي الغرض ان احنا نسجل فيه الفيديو. بعد كده بقى طلبت منتج حلو قوي، لقيت الناس كلها، هو طبعا عايزه اقول لكم ان المايك ده لما لقيت عليه ريفيو حلوه والناس بتقول ان هو كويس ومصورين العلبه ومش عارف ايه، فقلت انا خلاص هجربه، ولو ما طلعش تمام معايا هرجع، مش هخسر حاجه، فانا شايفاه كويس. المهم طلبت بقى منتج اللي هو بقالي فترة بدور على كريم للعين. طبعا ضروري جدا نرطب المنطقة بتاعة العين، وفيها هالات فيها خطوط أي حاجة من دي، فلازم طبعا يبقى مرطب مخصص لمنطقة العين. وبما إن كريمات العين غالية جدا، فأنا لقيت كريم العين على نون من شركة اسمها لايم تقريبا، عشان مكتوب عليه لايم كده، وكان سعره 89 جنيه بدل 130 جنيه، والشحن 20 جنيه. حطيت كود خصم خصمولي تقريبا 2 جنيه ونص أو 3، زي ما انتوا شايفين اهو. لايم مكتوب عليه اي كونتور، ومكتوب بالانجليزي اي كونتور جيل ويزارد، فكاتبينها بالعربي زد، كاتبينه بالعربي وزد ايا كان. هو الكريم شكله كده مكتوب عليه لايم كده، وهو اي كونتور. بصوا، يعمل على تفتيح وعلاج الهالات السوداء ومنع ظهور، يعمل على تفتيح وعلاج الهالات السوداء ومنع ظهورها مرة أخرى،
وتقليل انتفاخ الجلد حول العينين، يحفز الدورة الدموية والكولاجين، مما يجعل مظهر البشرة أكثر أكثر نشاطا وحيوية. اللي هو تحسه بجد بيدي نضارة. ماشي، حلو قوي. وكمان بيشيل الخطوط اللي هي التعبيرية أو الخطوط اللي هي حوالين العين وكده. فبنحط منه مرتين يوميا، مرة الصبح ومرة بالليل. طبقة خفيفة. وطبعا احنا المنطقة دي نستخدم الصباع ده كده، تدلكي بقى كده، فاهمين؟ اللي هو تشدي كده، مش تقعدي تدعكي كده، لا غلط جدا يعني. فبجد حقيقي هو حلو قوي. حبيته، بس هو لازم تستخدميه من شهرين ل3 شهور عشان تاخدي منه نتائج كويسة، ومرتين في اليوم. فهيغنيك عن الكونسيلر والحاجات اللي احنا بنداري بيها الهالات وكده، بجد حقيقي. بس الصراحة سألت عليه قبل ما اطلبه في صيدليات، ما لقيتهمش عارفينه يعني. بس الريفيوهات كانت حلوة قوي يعني. بصوا الشياكة، شوفوا شياكة الباكجينج، حاجة قمر. الباكج تحفة. وهو بتضغطي كده ضغطة، وبصوا هوريكم اللون بتاعه اه، عشان ما نقدرش ان المنتج بتاعنا، عشان هو اصلا سعره، هو ايه ده معناه، هو مليان على فكرة، حلو. بصوا، وعشان فيه كافيين وكده فتحسي ان هو لونه مدي على درجة، وبعدين ريحته تحفة، تحسي بجد ان انتي بتحطي كونسيلر اهو. شايفين؟ تاخدي كده، تحطي مثلا حاجات بسيطة قوي. ماشي. كان في دكتورة حقيقي عندنا بتعمل منتجات، وبتعمل هيلورونيك اسيد وحاجات من دي، سيرامات وحاجات للعين وكده. الكريم بتاعها كان نفس اللون بتاعه، وكان نفس الريحة بجد، ريحته حلوة قوي. بجد من الحاجات اللي انا حبيتها، وحبيت ان انا اشاركه معاكم واقول لكم عليه. ممكن كمان تجربوه، وكمان سعره الحقوه في العرض ب 89 جنيه بدل 130 جنيه، فانا دفعت تقريبا 102 او 104 حاجه كده. برضو احسن من انتي هتروحي الصيدليه وتدفعي 200 و280 جنيه في كريم لله. بس كده. وكمان لو ما لقيتوش ب 300. فانا حقيقي هجربه فتره حلوه كده، واطلع اعمل لكم ريفيو عنه واقول لكم ايه رايي فيه. وان شاء الله برضو اكرره تاني، لاني بقول لكم انتي كانك حاطه كونسيلر، ايه كونتور حلو بجد. يعني بيساعد على تخفيف الهالات، بيمنع ظهورها. ولازم تستخدميه فتره كويسه، فاستغلوا ان هو يبقى موجود بالسعر اللي هو ده، لان هو سعره كان ممكن يكون معدي عن ال 130، بس هما كانوا عاملين 89 بدل 130. فان شاء الله لما اجي اجيبه تاني هجيبه برضو في العروض او في الوقت اللي هو عليه خاص. بس كده. وبرضو بقول لكم هو كريم محترم جدا، حلو قوي. ناس كتير قالت انها بتستخدمه وانه تحفة، وانه ضيع لها الهالات وحاجات كتير حلوة. هعمل لكم ريفيو مفصل عنه. وده بقى من مفضلاتي خلاص في 2024، فاحنا بقى بنجمع مفضلات جديدة عشان نطلع نتكلم عنها. بس كده، اشوفكم على خير فيديو جديد. اسفة لو برغي كتير، بس انا بحب اكلمكم عن المنتج بكل حاجة، بحب ألم كده كل حاجة. بس كده، باي باي.